كابتن وليد، هل مباراه النهارده بتدي رساله للاخوه الاعزاء في المغرب زي ما قال كابسامي انه الكل كان بيقول بلجيكا ومعاها كرواتيا، لكنه شفنا كرواتيا قدام السعوديه، السعوديه قدمت مباراه رائعه. النهارده مصر قدام بلجيكا. هل ده يدينا احنا كمان، لانه المسيري سالني بتشجع مين؟ بشجع كل ما هو عربي يا مسيري، الاربع فرق العربيه، السعوديه وقطر والمغرب وتونس بشجعهم، ده وكلهم زي بعض والله. يعني قول لي بقى، يعني ده بيحسن من فرص المغرب، بيدينا احنا امال كمان، لانه كل فوز عربي هو فوز لينا في النهايه. ده حقيقي. قبل ما ارد على سؤال حضرتك بس ممكن اعمل تحيه؟ طبعا. تحيه لفيصل زيدان. نعم. والوليد عبد السلام، تقرير اكثر من رائع. شكرا. تحيه لقطر. نعم. على انها طلبت منع الخمور. نعم. وصممت على مبادئ دولة إسلامية. وشكرا للاتحاد الدولي، شكرا للفيفا على انه وافق على الطلب ده. حاجه محترمه جدا. ما تشربش في الملعب بس. لا، حاجه محترمه جدا. نعم. وتصميم كامل على اظهار الدين الاسلامي بوجهه الحقيقي. كل الاديان، الدين الاسلامي والدين المسيحي وكل الاديان عاملين حاجات كويسه جدا. يعني تحيه ليهم بصراحه. طيب قول لي بقى الربط. المغرب هيستفيد بنسبه 100%. ودي حاجه يعني احنا قدمنا للمغرب هديه. نعم. لان المغرب لما هيتفرج على الفرقه ممكن يكون المغرب كان هياخد استراتيجيه الدفاع من نص الملعب. ممكن كان هيستنى منتخب بلجيكا في نص ملعبه. انت النهارده بتديله ان انت لو ضغطت وتضغط بشكل، خد بالك مين اللي ضاغط على القريبه؟ نعم. ده كان صلاح. مين اللي جاي من بعيد؟ ده مصطفى محمد. نعم. هم غيروا مراكزهم. تريزيجيه ضغط على السردباك ناحيه اليمين. نعم. هم بيلعبوا 4-3. نعم. ودايما على طول الضغط ده خلى فريق بلجيكا يتلخبط. نعم. دي بروين طبعا عايز يوقف الكوره بوش رجله عشان يبتدي هجمه ويشتغلوا هجمه منتظمه من تحت، قطعها مصطفى محمد وحرزنا الهدف. فهنا انت كده بتدي ممكن رساله لمنتخب المغرب ان ليه ما ضغطش من الاول. نعم. ادي واحده. الخروج بالكوره كان افضل ما يكون. نعم. منتخب المغرب منتخب قوي جدا وبيعرف يطلع بالكوره من تحت، وعندهم اللعيبه بتعرف تقف على الكوره بشكل كويس جدا. نعم. وكلهم محترفين يعني. وادائهم كويس يعني. حتى مع وحيد خليل لوزيتش قبل كده، حتى بعد لما مشي، دلوقتي حكيم زياش رجع تاني. لا، عندهم مجموعه، اشرف حكيمي طبعا النجم الكبير، عندهم مجموعه نجوم تقدر تعمل مفاجاه. انا شخصيا مختارهم. نعم. يعني انا مختار بلجيكا والمغرب. نعم. ان شاء الله يعدوا دور المجموعات يا رب. ان شاء الله بلجيكا والمغرب، المهم يكون المغرب ومعاه اي حد ان شاء الله يوصلوا. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني.